الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف واحيانا شوبير بيشوبهم مشكله واضحه جدا، وهي التعامل مع العرضيات والتردد في الخروج للاستحواذ على الكوره، وخاصه محمد الشناوي. محمد الشناوي فقد ثقته في نفسه في انه يطلع يمسك الكوره العرضيه، بقى بيتحايل على الموضوع ده بانه يروح ويلعب الكوره بالبوكس. طول محمد الشناوي مع الفوت ورك الكويس يقدر يديله الكلام ده، ولكن القصه هنا مش قصه الشناوي بالنسبه لي انا، وكواحد بيحاول يوصل للمشكله فين ويحلها ازاي، اروح على طول لميشيل يانكون. ميشيل يانكون راجل اضاف جدا 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 تدريب حراسه المرمى في النادي الاهلي، واعتقد انه واحد من الناس اللي احنا فعلا هنقف عندهم وعن كيفيه اسهاماته في تحسين جوده حراسه المرمى في النادي الاهلي. ولكن انت مش واخد بالك ان كل اللعيبه وكل حراس المرمى اللي دربهم ميشيل يانكون عندهم نفس التردد في الخروج لاخذ الكرات العرضيه؟ يعني فتره طويله جدا برصد الكلام ده، ومن خلال رصدي احب اقول ان ميشيل يانكون بيحتاج بقى يا اما مساعد يا اما يتغير، لان احنا محتاجين حارس مرمى متكامل. ومتكامل هنا يعني بيطلع ياخد العرضيات، يعني الريفليكشن اللي هو اشتغل عليه وطوره جدا محتاجينه، وحماية المنطقة بشكل كامل ده محتاجينه. وكمان محتاجين ان حارس مرمى النادي الاهلي يكون كورته كويسة وبيقدر يلعب برجله وبيقدر يطور اداء الفريق الدفاعي، وبيقدر يكون ملجأ للعيبة في حالة الضغط العالي علينا، بانه يكون لاعب زيادة بيساهم في بناء اللعب. الامر اللي بيقول ان ميشيل يانكون له وعليه ويحتاج للتقييم مره جديده بعيدا عن عواطف المشجعين. عواطف المشجعين لا تحكم ولا تدير. وقيموا ميشيل يانكون ومشاكل حراسه المرمى، ولو الراجل عنده حلول يبقى يحل، لو ما عندوش حلول يبقى شكرا ونستفيد بيه في مكان تاني لو مش عايزين نمشيه، او شكرا ويمشي ويجي حد غيره يحل لنا مشاكل حراسة المرمى اللي بدأت تكون واضحة لكل الناس.